النهاردة هنتكلم عن 10 أكلات بتزود الذكاء وتحسن نشاط المخ والتركيز. أكلات بسيطة وموجودة، لكن تأثيرها على العقل أقوى بكتير مما تتخيل. أول أكلة معانا هي السمك الدهني، زي السلمون والتونة والسردين، وده لأن المخ تقريباً 60% منه دهون، وأهم دهون ليه هي أوميجا 3، والأحماض الدهنية دي بتدخل في تكوين خلايا المخ نفسها، وبتحسن الذاكرة وسرعة التفكير، وبتقلل خطر الاكتئاب وضعف التركيز. تاني أكلة هي البيض، وخصوصاً الصفار، لأنه غني بمادة اسمها الكولين. المادة دي ضرورية لتكوين ناقل عصبي مهم اسمه أسيتيل كولين، وده مسؤول عن الذاكرة والتعلم وسرعة استيعاب المعلومات. تالت أكلة هي المكسرات، زي الجوز واللوز والبندق، لأنها مليانة فيتامين إي ومضادات أكسدة بتحمي خلايا المخ من التلف، وده بيساعد على الحفاظ على قوة الذاكرة مع الوقت، وخصوصاً مع التقدم في السن. رابع أكلة هي التوت بكل أنواعه، زي التوت الأزرق والفراولة، وده لأنه غني بمضادات أكسدة قوية بتحسن التواصل بين خلايا المخ وبتقلل الالتهابات العصبية، وده بيظهر بشكل واضح في التركيز وسرعة الفهم. خامس أكلة هي الشوكولاتة الداكنة، اللي فيها نسبة كاكاو عالية، لأنها بتزود تدفق الدم للمخ وبتحفز إفراز هرمونات بتحسن المزاج والانتباه، وكمان فيها مركبات بتقوي الذاكرة على المدى القصير. سادس أكلة هي الأفوكادو، وده لأنه غني بدهون صحية بتساعد على تحسين تدفق الدم للمخ، والمخ محتاج دم وأكسجين كويس علشان يشتغل بكفاءة عالية. سابع أكلة هي الخضروات الورقية، زي السبانخ والجرجير والخس، لأنها مليانة فيتامينات بي وحمض الفوليك، والعناصر دي ضرورية لوظائف الأعصاب، وبتقلل التشتت الذهني والإجهاد العقلي. تامن أكلة هي الحبوب الكاملة، زي الشوفان والعيش الأسمر، ودي بتوفر طاقة ثابتة للمخ، لأن المخ بيعتمد على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، والطاقة الثابتة معناها تركيز أطول بدون هبوط مفاجئ. تاسع أكلة هي الزبادي ومنتجات الألبان، لأنها بتدعم صحة الجهاز الهضمي، وده مرتبط بشكل مباشر بصحة المخ عن طريق محور الأمعاء والمخ، وكل ما الهضم كان أفضل المزاج والتركيز بيكونوا أحسن. عاشر وأخيراً المياه، وناس كتير بتستهين بيها، لكن نقص المياه حتى لو بسيط ممكن يسبب صداع، ضعف تركيز وإرهاق ذهني، لأن المخ محتاج ترطيب مستمر علشان يشتغل بكامل كفاءته. الخلاصة إن الذكاء مش وراثة بس، ده كمان أسلوب حياة: أكل صح، شرب مياه كفاية، نوم كويس وحركة، ومع الاستمرار على الأكلات دي هتحس بفرق حقيقي في تركيزك، ذاكرتك، وسرعة تفكيرك. ولو حابب تعرف أكتر عن التغذية الصحية وأسرار تحسين الأداء العقلي والبدني، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.